السيد الوزير، احنا جد سعداء اليوم تواجدكم معنا داخل على هامش تراوسكم الاستداري للتربيه والتكوين في جهه الدخل والذهب. واليوم احضرنا معكم بعض الانشطه الموازيه لهذا النشاط بعض المؤسسات التعليميه والملاعب الرياضيه في اطار اقتصاديتكم. السيد الوزير، انتم احد رجالات حزب التجمع الوطني الاحرار اللي ركز اليوم سي عزة خنوش في جميع المحطات ديالو الانتخابيه، وانتم احد رجالات الخفاء. وبطبيعه الحال انا ما كنت كنعرفك مزيان، ولكن من 21 هنا راني بعد الانتخابات هنا تعرفت عليكم السيد الوزير، وتواجدكم اليوم في الداخله كجهه تتواجد في الحدود مع جارة الشرقية وموريتانيا، يعني الجهه اللي كتبعد على المركز ب 2000 كيلو متر. واحد الجهه اللي هي اليوم وجهه عالميه، وجهه كافه المغاربه. اليوم السيد الوزير داخله عندها 14 رحله كتروح الدار البيضاء، و4 بقادير، وواحده والمقاعد ما تلقاها. هذا يمكن يعطيك واحد المؤشر على فين غادي الدخل. اضيف على ذلك بطبيعه الحال هناك مشاريع وهيكله كبيره جدا لا داعي لذكرها ولا حصرها. اخر بطبيعه الحال كما ذكرتكم السيد الوزير هو مؤسسه الصحي محمد السادس اللي فكت لنا واحد الاشكال كبير كتعاني منه هذه الجهه في مجال الكلمه ديال المنسق في اطار الخصائص اللي كتعرف الوطن التربويه الصحيه. السيد الوزير، مؤشر ديال النمو حسب الاحصائيات الاخيره دار الداخل 4.4، هذا مؤشر كبير ندور على المؤشر الوطني 4 مرات. وبالتالي هذه كاين مع شي حاجه ينم مع التنميه كتعرفها المنطقه، كتعرفها الحاضره ديال الجهه مدينه الداخله اللي اليوم كتعرف واحد التنميه متسارعه باش تكون عند التطلعات ديالنا حنا كمنتخبين اللي تقلدنا المسؤوليه في هذا الانتداب الاخير، وتكون عند حسن ظن المسؤولين ديالنا في الحكومه مع صاحب الجلاله محمد السادس نصر الله. هذا الشيء السيد الوزير يطلب منا على ان نربوا عليكم بعض الاكراهات وبعض الهموم بعد السيد اللي كنفكروا في المستقبل. السيد الوزير، انتم كتدبروا قطاع التربيه والتكوين والرياضه. ملي كنقولوا قطاع التربيه والتكوين كنقولوا واحد المنظومه تعليميه كبيره اللي ساهمت في بناء اجيال هذه المنطقه من 79 الى اليوم، اساتذه، معلمين، تقنيين، اداريين. وملي كنقولوا هذا الكم الهائل ديال الاردن كنقول واحد 60% 70% قادمه من وسط المملكه. وبالتالي رجل التعليم راه كلشي كيعرف الاجر ديالو، وخلينا كنزوج والكراهات الا بغا يمشي يدوز العطله عند بلادو. وبالتالي السيد الوزير انا كنطرح لك هذا الاكراه اللي كتعاني منه هذه المنظومه التعليميه في هذه المنطقه خلال الترقب في العطله الصيفيه، لانه ما يمكن لواحد المعلم ولا استاذ عنده وليدات يمكن له قطع الطياره 4 الناس ولا 5 ولا عنده السياره ولا كذا. وبالتالي نطلب منكم باش تفكروا تفكير جدي من اجل مساعده هذه الشريحه الكبيره، عن طريق المصالح الاجتماعيه وزاره التربيه والتعليم، عن طريق دعم مباشر لهم، عن طريق ما عرفت خاصكم السيد الوزير. هذا شريحه كبيره وساهمت في بناء هذه المنطقه بناء كبير وكونت اجيال. حنا راه قرينا حنا في المدارس كانوا غير 2 3، اليوم راه كنتكلموا على مدارس بالعشرات. وبالتالي السيد الوزير انا كنطلب منك على انك تولي هذه الفئه اللي كاينه في هذه الجهه كامل العنايه وتشوف كيفاش تساعدهم، لان هذا مشكل فعلا حقيقي. اليوم في السيد الوزير خلال التدشينات تكلم في اطار الدردشه بيناتنا، قلت لي على انه مدرسه بيرغندوز كلاسات هي الاولى في مدارس الرياض. هذا البرنامج الوطني اللي كتشرف به وزارتكم، وهذا شيء كبير. مدرسه في بيرغندوز كلاس على الصعيد الوطني هي الاولى في مدارس الرياض، هذا شيء كبير السيد الوزير. وفي واحد المنطقه اللي هي نائيه تنعدم فيها البنيه التحتيه، خاصه خصاص كبير. وبالتالي من هذا الجانب السيد الوزير مادام هذاك مؤشر على انه المنظومه التعليميه والتربيه هو كتبذل مجهود كبير ومضاعف. وبالتالي نطلب منكم السيد الوزير على انكم هذيك المناطق حتى هي تراعينا، خاصه في الثانويه وخاصه الاعداديه وخاصه كذا وخاصه بزاف ديال المسائل. ننتقلوا لموضوع ديال الرياضه. السيد الوزير، بطبيعه الحال حنا وقفنا مع وزارتكم واحد اتفاقيه شراكه كانت انا والسيد المنسق والسيد رئيس المستقبليه جماعه التربيه الداخله والسيده النائبه المحترمه. كنا شفنا السيد الوزير السابق
الوزاره كنا عندنا اتفاقيه ديال ملاعب القرب، وهذيك ملاعب القرب رغم الوقت لها 24 مليون شفتهم كيفاش، ولكن دائما يبقاو غير كافيين. عندنا خصاص كبير في البنيه التحتيه الرياضيه خصوصا فيما يتعلق بملاعب القرب اللي موجهه للاحياء السكنيه، وبالتالي هذا الشيء كنعول عليكم فيه السيد الوزير بدكم تنفتحوا على شويه على الجامعه الطلبيه ديال الداخل لان هي الحاضره ديال الجهه. ملي كنقولوا الجهه ديال الداخل والدار كنقولوا مدينه الداخل، وبالتالي نطلب منكم تنفتحوا عليها اكثر بدعم اكثر في هذا المجال ديال الرياضه. حنا غادي في السنه القادمه ان شاء الله غادي يكون واحد الملعب كبير في بيكا 40 كلشي كيعرفوها اللي جهه اللي غادي يكون يستضيف 25,000 من المتفرجين، وبالتالي هذا خاصنا نواكبوه ملاعب ديال القرب، ملاعب رياضيه باش حيكون عندنا حياه فرق الاحياء ورياضيين اللي يكونوا موجودين. هذا الحدث الكبير اللي غادي يكون عندنا السيد الوزير، ومرحبا بك في الداخل مره ثانيه. نتمنى لكم